مرة حد سألني ليه في ناس ناجحة مع إنهم مش أذكى ناس، وليه في ناس بيفشلوا مع إن عندهم كل حاجة. في الحقيقة في الوقت ده أنا ما كنتش عارف الإجابة، لكن بعد شهور اكتشفت إن إحنا بنتعلم نكتب ونحفظ ونجاوب، لكن هل حد علمك إزاي تتفاهم مع اللي قدامك أو تفهم اللي قدامك؟ أو تتكلم بالطريقة الصحيحة وتوصل نيتك بطريقة سليمة وبدون سوء تفاهم، أو تتحكم في أعصابك. دي اسمها السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، موضوع السوفت سكيلز، واللي هيغير في حياتك بشكل كبير وهيخليك تشوف الحياة بشكل تاني ومن منظور جديد. زي ما قلنا من شوية إننا اتعلمنا إن النجاح شهادات، تقدير، حفظ معلومات. طيب واللي عنده كل ده بس مش عارف ينجح، هل الغلطة عنده هو؟ لا، الغلطة في النظام اللي علمك ازاي تذاكر بس ما علمكش ازاي تعيش صح. وعلشان انت صديقي هقول لك ازاي تعيش صح، مش هسيبك لوحدك، وهقول لك المهارات اللي تخليك توقف قدام حد اكبر منك وتتكلم بثقة، وتوقف تحت ضغط شغل وتتصرف بحكمة. لأن الحياة دي مش كماليات في الحياة، هي أدوات النجاح في الحياة. هاخدك معايا في رحلة قصيرة يعني إيه السوفت سكيلز. قبل ما نبدأ في موضوع السوفت سكيلز خليني أقول لك قصة حقيقية. بنت اسمها، مش هقول لك اسمها، كانت شاطرة، هي متخرجة وشاطرة، بتتكلم 5 لغات بما فيهم ألماني وصيني، يعني مش باقي على الدنيا. راحت يا صديقي قدمت في شركة مرة، اترفضت مرة تاني وبرضه اترفضت. حد من الاتش ار قال لها انت مؤهلة للشغل معانا، لكن مش عارفة توصل اللي جواك، مش عارفة تتكلم صح. رجعت طبعا وهي زعلانة جدا، مش من الفشل ولكن بتقول في نفسها انا ما اتعلمتش الحاجات دي. رجعت وخدت كورسات وتدريبات في ازاي تتحكم في توترها وتوصل المعلومات اللي عندها بشكل كويس وتتحكم في لغة الجسد. بعد فترة مش كبيرة رجعت لنفس الشركة دي، قدمت واتقبلت، والمفاجأة إنها بعد 5 شهور تقريبا بقت مسؤولة عن تدريب المتقدمين الجدد أو الموظفين الجدد في الشركة دي. طيب أنت شغال تقول لنا سوفت سكيلز سوفت سكيلز، يعني إيه؟ المهارات دي كتيرة جدا، وانا مش عاوزك تستعجل في فهم كل واحدة منهم، لان كل واحدة منهم ليها فيديو مخصوص في السلسلة دي ان شاء الله. اول مهارة من مهارات السوفت سكيلز، ودي اهم مهارة، وهي التواصل الفعال. التواصل الفعال مش انك تعرف تتكلم بس، ولكن تعرف توصل المعنى اللي جواك بالطريقة الصحيحة، واللي تخلي اللي قدامك يفهم المعنى اللي انت عاوز توصله صح، اللي انت تقصده صح. ليه اصلا التواصل من اهم المهارات؟ ده ببساطة لان اغلب مشاكلنا مش بسبب اننا مختلفين، ولكن بسبب اننا مش عارفين نفهم بعض. وعلشان يكون تواصلك فعال لازم تركز على بعض النقاط. اولها الوضوح، ان كلامك يكون مختصر مفيد. يعني بدل ما تقول اعتقد ان هذا الوقت لا يكفي لا، الوقت ده مش هيكفي اننا نخلص المهام بتاعتنا. يعني ما تقولش كلام شكله حلو، قول كلام معناه واضح. ثانيا نبرة الصوت. نبرة صوتك بتقول للناس انا واثق، انا متوتر، انا متردد، انا بضحك عليك. يعني نفس الجملة ممكن تتفهم بمليون طريقة حسب نبرة صوتك. ثالثا لغة الجسد. جسمك بيقول كل حاجة عنك. يعني لو انت قاعد ساكت مش بتتكلم، فكل مشاعرك بتبان على جسمك. لو كلامك بيقول انا هادي وجسمك بيقول انا بهاجمك، الناس هتصدق جسمك. رابعا الاستماع الحقيقي. مش تسمع علشان ترد، ولكن اسمع علشان تفهم وتحسس اللي قدامك بده. يعني ما تقطعش كلامه، ما تبصش في التلفون وهو بيتكلم، حسسه بالاهتمام، حسسه ان انت فاهم هو بيقول ايه. صدقني وقتها هتلاقي عينيه بتلمع وهيحس فعلا ان انت فاهمه مش بس بتسمعه. مايا انجلو بتقول لك الناس مش بتفتكر انت قلت ايه، ولكن بيفتكروا انت خليتهم يحسوا بايه. تاني مهارة من المهارات الناعمة هو الذكاء العاطفي. تكون فاهم مشاعرك كويس علشان تعرف تتعامل مع الناس، وفاهم مشاعر اللي قدامك علشان تعرف تتعامل معاه على الأساس ده. يعني لو اتعصبت خليك هادي، ما تنفجرش، ولكن فكر بهدوء الأول. ولو زعلت من حد اسأله هو كان يقصد إيه، بدل ما تفترض. لو اللي قدامك متضايق حس بيه
من غير ما يتكلم. وليه الثلاث حاجات دول مهمين؟ لأنهم بيخلوك ما تغلطش بسبب عصبيتك، وبتفهم الناس أكتر من كلامهم، وده بيخليك تبني علاقات قوية مع الناس. باختصار، الذكاء العاطفي هو إنك تسيطر على اللي جواك، مش اللي جواك هو اللي يسيطر عليك. المهارة الثالثة من مهارات السوفت سكيلز، والمهارة دي لأهميتها أنا قررت أسيبها في فيديو لوحدها، ولكن هقولها لك كده على السريع، وهي إدارة الوقت. بص يا صديقي، كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، لكن مش كلنا بنعرف نقوم بالمهام اليومية اللي احنا عاملينها لنفسنا. علشان كده تلاقي نفسك بتسأل هو ليه فلان بيعمل خطة لنفسه في اليوم وبيقوم بيها، وأنا بعمل خطة ومش بعرف أنفذ كل المهام اللي فيها. ده ببساطة لأن الشخص الأول عنده مهارة إدارة الوقت، ومهارات تانية زي حل المشكلات والقيادة واتخاذ القرارات السليمة. كل المهارات دي هنتكلم عنها في فيديوز منفصلة علشان وقت الفيديو ده. ولو الفيديو ده عجبك فاللي جاي هيبهرك، شاركه مع أي حد ممكن يكون هو محتاج الكلمتين دول زي ما أنت كنت محتاجهم. أنا أحمد، ودي كانت خطوة في طريقنا، طريق ارتقي، ودي الطريق لحياة أحسن. أشوفك في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.